بنرحب بك يا سيادة الرئيس. أهلا بك يا فندم. أهلا بكم جميعا. السيد الرئيس رئيس الجمهورية، العقل المستقبلي لمصر يتجسد في عقول أولادها من علماء وأصحاب مراكز علمية مرموقة. من هذه العقول يا فندم ما هو موجود في البلاد ولكنه لا يستغل، ومنها زي ما حضرتك عارف يا فندم الطيور المهاجرة، ولا تستفيد منهم البلاد أيضا. مخترعين، أصحاب اختراعات، مشاكل في تسجيل الاختراعات، مشاكل في تبني هذه الاختراعات. محمود السعدي صالح، قرية برج النور الحمص، مركز أجا محافظة الدقهلية. سؤالي عايز أعرف الرئيس هيعمل إيه للمخترعين؟ الناس اللي عاملة اختراعات أو حاجة هيقدموا لهم إيه أو هيساعدوهم إزاي؟ الدكتور خالد عبد الحميد من المنصورة. السؤال بقى يعني أنا واخد دكتوراه ومفيش شغل لغاية النهاردة، قاعد من غير شغل ومعايا دكتوراه، بس عايزين نسأله يعني إيه وضع الجماعة اللي معاهم دكتوراه وما بيشتغلوش لغاية النهاردة؟ الشعب يسأل ماذا يقول الرئيس؟ البحث العلمي بعد التعليم ومعه هو قاطرة التنمية. مصر في حاجة إلى كل أبنائها في الداخل والخارج، ومصر في حاجة إلى العلماء والباحثين والأساتذة والمتخصصين والمشاريع الجديدة والمشروعات التنموية والآفاق الجديدة لتطبيقات العلم في كل المجالات. تحتاج إلى الباحثين وتحتاج إلى أصحاب العقول الراجحة في كل المجالات، وأعمل ليل نهار لتوفير فرص عمل ملائمة للجميع، بما فيهم هؤلاء العلماء الكرام أصحاب الدرجات العلمية العالية من الماجستير والدكتوراه، ولهم في القلب مكان، ولا بد أن يكون لهم أيضا في العمل مكان. وتحدثت قبل ذلك عن التوسع في الجامعات الإقليمية، وهذا إن شاء الله سيكون، وستكون لأبناء أصحاب هذه الدرجات مجالات للعمل في هذه الجامعات إن شاء الله. شكرا سيادة الرئيس.